كان في قصة ذكرها بعض أهل العلم أن شاب كان خطيبا في قرية من القرى التي انتشر فيها السحر. وكان في هذه القرية مجموعة كبيرة من السحرة، كان في يعني تحس ان القرية دي بقى وكر للسحرة. الشاب ده كان كثيرا ما يتحدى السحرة ويعني يدل الناس على بطلان فعلهم، حتى بدأ السحرة يتغيظون منه، والناس بدأت بقى فعلا ترجع لربنا سبحانه وتعالى، يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال وغير ذلك. الشاب ده كان لم يتزوج بعد، فالمهم ربنا قدر انه يتزوج وفرحه قرب، ويوم اللي هو بيسموه احنا ليله الدخله يعني ليله البناء، الشاب ده راح للشيخ بتاعه وكان رجل من اهل العلم، وكان ممن يسانده على مجاهده ومحاربه السحره والساحرين. قال له انا فرحي كمان ايام وخايف ان حد من السحره يسحبني، تبقى مشكله بقى دي، ان انا لو انا بقى ايه اتعمل لي عمل ومنعت عن زوجتي هتبقى بقى فضيحه والناس هترجع للسحره اكتر من الاول. فأخذه الخوف لأنه بشر، والإنسان أحيانا بيجي له ساعات خوف كده من غير الله سبحانه وتعالى يدفعه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما ألقى السحرة عصيهم فربنا سبحانه وتعالى قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبالفعل سيدنا موسى لما انتابه هذا الخوف دفعه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلكون هذا الشاب يخاف فهذا أمر طبيعي بالنسبة لنا كبشر، لكن يدفع هذا الخوف بالتوكل على الله سبحانه وتعالى بأن يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. المهم فالشيخ بتاعه قال له انت توكل على الله واستعن بالله وحصن نفسك بالاذكار والرقيه وقراءه سوره البقره، لان سوره البقره سوره مباركه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطله. المهم هذا الشاب كان عنده خطبه جمعه قبل الفرح بتاعه، فالشيخ بتاعه قال له ايه؟ قال له انا عاوزك تطلع الخطبه ديت وتتحدى السحر، تقول لهم انا فرحي مثلا بعد بكره واللي يقدر يعمل لي حاجه يعملها وانا اتحداكم على الملأ. المهم فعلا طلع خطب الخطبه بتاعته وقال للسحره انا اتحدى اي ساحر في القريه او خارج القريه او اي ساحر في العالم ان هو يعمل لي اي حاجه، انا فرحي بعد بكره او في اليوم اللي هو حدده يعني، وانا اتحداهم جميعا. المهم الشاب ده تزوج ودخل بزوجه وأتم الله عز وجل عليه النعمة والأمر وسلمه الله سبحانه وتعالى، ثم صعد المنبر في أول خطبة بعد ليلة بنائه ليظهر للناس بطلان السحرة وأنهم لا يملكون من الأمر شيئا إلا إن قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الموضوع انتهى.